السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ونصايح الجولة الرابعة من فانتزي الدوري الإنجليزي. الموسم السنة دي بادئ مختلف، في أكشن، في إثارة، في سسبنس، في حاجات خارج التوقعات. أعتقد إن إحنا هنعيش إثارة مختلفة في اللعبة السنة دي عن السنين اللي قبل كده. شفنا في أول ماتش أرسنال وماتش مانشستر يونايتد في أول 5 دقايق في الماتشين كلين شيت أرسنال بيروح وكلين شيت مانشستر يونايتد بيروح. يعني أنت لو معاك رامز ديل، أونانا، سليبة، فانت كده طار منك بتاع حوالي 12 نقطة واحنا لسه بنقول يا هادي في الماتشين. شفنا كلين شيت مانشستر سيتي بيروح في الكرة الوحيدة اللي راح فيها شيفيلد على دفاع مانشستر سيتي، وده ياخدنا للنقطة الأولى وهي حتة الكلين شيت. أنا من رأيي لما تيجي تختار مدافع ما تختارش مدافع على أساس إن هو يعمل كلين شيت بس، لأن موضوع الكلين شيت ده ما بقاش مضمون بصراحة. فأنت لما تيجي تختار مدافع حاول تختار الأظهرة اللي بتتقدم. شفنا أظهرة كتير بيلعبوا جناحات السنة دي في الموسم ده، إنما حتة الكلين شيت دي بصراحة أنا ما بقتش شايف إنها بتأكل عيش. بالنسبه للي حصل في الاسبوع الثالث فانا شايف ان الناس اللي فلتت هي الناس اللي كان معاها حد من رحيم ستيرلينج وماتي كاش، وفي ناس معاهم الاثنين. فاللي كان معاه ماتي كاش او رحيم ستيرلينج او الاخوه المشعوذين اللي كان معاهم الاثنين اعتقد ان هم دول اللي عدوا في الجوله دي. غير كده كلنا بنلعب في الاربعينات في الخمسينات، انما الناس اللي معاها كاش ورحيم ستيرلينج اعتقد انها بتلعب في الستينات والسبعينات وهي اللي عملت كويس في الجوله الثالثه. عايز اقول كمان ان بعد الجوله الرابعه الجوله اللي جايه دي على طول هيكون في توقف دولي لمده 10 ايام. يعني الجوله اللي جايه اللي هي الجوله الرابعه هتتلعب، بعد كده هيكون في توقف دولي لمده 10 ايام، وبعد كده نرجع نستأنف من الجوله الخامسه يوم 16/9. وده ياخدنا لنقطه ايه؟ الوايلد كارد. بلاش وايلد كارد دلوقتي خالص. شفنا طبعا في الجوله اللي فاتت في ناس استخدمت الوايلد كارد، باعت ساكا وراشفورد وجابت مثلا ميتوما ومبيبو. في النهايه ايه اللي حصل؟ ساكا جاب جون وراشفورد عمل اسيستين وميتوما ومبيبو ما عملوش حاجه. فما تستعجلش على الوايلد كارد يا صديقي، ملوش لازمه خالص ان انت تعمل الوايلد كارد دلوقتي. اصبر لحد بعد التوقف الدولي لو عايز تعمل وايلد كارد ابتداء من الجوله الخامسه، تمام، انما ما تعملش وايلد كارد في الجوله الرابعه. لو عندك مشاكل في الفريق ممكن تعمل تغييرين. لو انت معاك تغيير واحد ممكن تعمل تغيير تاني ب-4 وتظبط فرقتك على الجوله الرابعه، وبعد كده ممكن تعمل ايه؟ الوايلد كارد بعد التوقف الدولي في الجوله الخامسه. لان انت عارف التوقف الدولي بيحصل اصابات كتير وبيحصل مشاكل كتير، فهتخسر وايلد كارد بتاع الدور الاول ليه من بدري؟ فملوش لازمه. زائد ان في كمان خلي بالكم في ماتشات هتتلعب في كاس الرابطه يوم الثلاث والاربع. انا بصور الحلقه دي يوم الثلاث، فخلوا بالكم ان في ماتشات هتتلعب في كاس الرابطه يوم الثلاث ويوم الاربع. فانت برضو بعيدا ان انت مش هتعمل وايلد كارد خلاص زي ما اتفقنا، اجل تغييراتك لحد يوم الخميس او لحد يوم الجمعه الصبح. جايز حد يتصاب في ماتشات كاس الرابطه. بالنسبه للناس اللي لسه معاها جابريال، لا بيع يا باشا. انا قايل لك من الحلقه اللي فاتت بيع. واضح ان في مشكله بينه وبين ارتيتا، في حاجه مش مفهومه. وقلت لك برضو الحلقه اللي فاتت ان في بدائل كتير وان افضل بديل لجابريال هو تشيلويل. وبمناسبه تشيلويل تعالوا نتكلم في اللي حصل في الجوله اللي فاتت. وبصراحه كل الناس اللي عندها تشيلويل قلب عندكم يا جماعه حاجه تشيل بصراحه. تشيلويل عمل ماتش كبير جدا، كان نجم الماتش، ضيع انفراد صريح رايح هو والجون بعد ما عمل 1 2 مع جاكسون وخلاص هيجيب جون وخلاص. انا توقعت ان هو يشوطها في الجون، فجاه لقيناها بيبصيها لرحيم ستيرلينج. فبصراحه كانت حاجه غريبه جدا. حرام ان تشيلويل في ماتش زي ده يطلع ب6 نقط بس، كان ممكن يطلع بجون كمان باسيست كمان. فتشيلويل مع تشيلسي يا جماعه خطير جدا، وقلبي عند الناس اللي معاها تشيلويل. انا لسه مش معايا تشيلويل بس بفكر اجيبه الجوله اللي جايه. خطير جدا يا جماعه، واعتقد انه هيكون اهم لاعب في منظومه بوتشيتينيو مع تشيلسي. بالنسبه لنادي لوتون فالنادي لوتون يا جماعه ضايع، بمعنى ان انت لازم تتارجت لوتون، لازم تتارجت اللعيبه اللي هتلاعب لوتون، لان واضح ان نادي لوتون صعد للدوري الانجليزي عشان ينزل تاني للتشامبيونشيب. فريق ضعيف جدا، فريق محدود الامكانيات جدا، وكذلك الفرقتين برضو اللي صعدوا سواء بيرلي او شيفيلد يونايتد، بس لوتون اقل منهم شويه. في حاجه مهمه جدا عايز اتكلم فيها وهي برونو ولا راشفورد. قولا واحدا، عشان انا ما بحبش امسك العصايه من النص واقول لك والله مش عارف ايه بس ده ممكن يعمل ايه فانا بقى قلت دي وابقى قلت دي عشان لو حصل دي ابقى انا قلتها ولو حصل دي ابقى انا قلتها. وفي ناس كتير بتقدم محتوى فانتزي بتعمل ده. انا ما بحبش امسك العصايه من النص، انا بحب اقول لك اللي انا شايفه سواء بقى حصل او ما حصلش. انا بقول لك اللي انا شايفه. فبالنسبه لموضوع برونو فرنانديز وراشفورد فانا بقول لك اهو قولا واحدا برونو فرنانديز. اولا راشفورد كسلان. راشفورد من ساعه ما الموسم ما بدأ وهو كسلان. يعني ايه كسلان؟ يعني بيلعب من غير نفس. يعني انا شايف راشفورد في الملعب بيلعب من غير نفس، مش بيقاتل على كوره، مش بيجري كتير، مش بيتحرك كتير، بيلعب كده وخلاص. يعني هو لعب الماتش اللي فات على الطرف بعد ما لعب اول ماتشين في العمق الهجومي، لا لعب الماتش اللي فات على الطرف في مكانه الطبيعي، عشان كده عمل الاسيستين. ولكن انا شايف ان برونو فرنانديز دلوقتي هو الكل في الكل في مانشستر يونايتد، مع الفاولات، مع ضربات الجزاء، بيتحرك في كل حته في الملعب، معدل الاكس جي بتاعه عالي عن راشفورد اعتقد. فقولا واحدا كده لو انا معايا برونو فرنانديز وراشفورد وعايز ابيع واحد فيهم فانا هبيع راشفورد على الاقل في الوقت الحالي لحد ما راشفورد يرجع لفورمته، لان برونو فرنانديز في الوقت الحالي هو اهم لاعب
في مانشستر يونايتد من وجهة نظري. نرجع بقى لحته ماسك العصايه من النص. هل معنى ده ان راشفورد مش هيسجل او مش هيجيب اجوان او مش هيعمل اسيستات؟ لا، بس انا بقول لك اللي انا شايفه بعيني. انا شايف برونو فرنانديز اهم من راشفورد دلوقتي في مانشستر يونايتد فانتازيا وكرويا وكل حاجه. انت عارف راشفورد لو معاه ضربات الجزاء مش برونو اقول لك ماشي 50-50، او كمان هفضل ان انا يبقى معايا راشفورد عن برونو، انما برونو كمان اكمنه معاه الفاولات ومعاه ضربات الجزاء، فانا شايف ان كفته راجحه شويه. بالنسبه لرحيم ستيرلينج فالوضع السنه دي مختلف شويه، يعني اللي بيلعب فانتزي بقاله كتير واللي متابع الدوري الانجليزي عارف رحيم ستيرلينج انه بيتالق في جوله وجولتين وبعد كده بيهبط تاني، الناس بتروح تجيبه وبعد كده بتبيعه قصه كده. هو عموما بعيدا عن فورمه رحيم ستيرلينج فجدول ماتشات تشيلسي السهل يخليك تفكر تشتري لعيبه من تشيلسي، سواء تشيلويل في الدفاع، جاكسون او رحيم ستيرلينج في الهجوم، ولكن انسى ان رحيم ستيرلينج يجيب لك الكم ده من النقط في كل جوله. في نقطه مهمه، لو انت ناوي تعمل وايلد كارد بعد التوقف الدولي في الجوله الخامسه فانت لازم يكون عندك في الجوله الجايه اللي هي الجوله الرابعه حد من وست هام سواء انطونيو او بوين، لانهم هيلعبوا لوتون في الجوله الرابعه، وانا زي ما قلت لكم في اول الحلقه لازم نستهدف ونتارجت اللعيبه اللي هتلاعب لوتون. فالجوله الرابعه ممكن يكون عندك سواء انطونيو او بوين في خط الوسط، فعلى حسب بقى انت عايز تبيع مين. يعني مثلا لو هتبيع جواو بيدرو فانت ممكن تجيب انطونيو، لو هتبيع حد في وسط الملعب هتجيب بوين. عندهم بعد التوقف الدولي مانشستر سيتي وليفربول، فحتى برضه لو انت مش هتلعب الوايلد كارد بعد الجوله الرابعه فممكن برضه تسيبهم معاك. ويست هام جايب فورمه السنه دي، ديفيد مويس بيلعب على التحولات، فسواء في ماتش مانشستر سيتي او ليفربول وخصوصا مع دفاع ليفربول المهلهل ده فممكن برضه بوين وانطونيو يشكلوا خطوره، ده لو انت مش هتلعب الوايلد كارد في الجوله الخامسه. بالنسبه لمانشستر سيتي ففودن ما لعبش اللي فات ماتش شيفيلد يونايتد، كان متوقع ان هو يبدا اساسي بس هو ما لعبش عشان كان مريض، كان عنده التهابات في المعده. بعد الاداء العالي اللي عمله في الجوله الثانيه كان طبيعي جدا ان هو يبدا الجوله الثالثه، ولكنه ما بداش الماتش عشان اشتكى من التهابات في المعده قبل بدايه الماتش على طول. فالناس اللي عندها فودن وبتفكر تبيعه لا، انا شايف ان انت تصبر عليه ما تبيعوش، اعتقد انه هيبدا اساسي في الماتش اللي جاي عادي جدا. وبمناسبه مانشستر سيتي فانا شايف لا، ان غياب محرز، غياب جندوجان، اصابه دي بروين لمده 4 شهور مؤثره جدا على اداء مانشستر سيتي الهجومي، مؤثره جدا على الامدادات اللي بتيجي لهالاند. فانا اعتقد ان هالاند هو هالاند كل موسم، ولكني اعتقد انه مش هيسجل كم الاهداف اللي سجلها في الموسم اللي فات لحد ما دي بروين يرجع من الاصابه. نقطه مهمه جدا في مانشستر سيتي يا جماعه وهو رودري. شفنا رودري في اول جوله جاب 13 نقطه، في ثاني جوله جاب 3 نقط، في ثالث جوله جاب 10 نقط. رودري انا شايف ان انت لازم تحط عينك عليه في الفتره اللي جايه. تقول لي احط عيني على لاعب ارتكاز، اقول لك حط عينك على لاعب ارتكاز، الراجل بيتقدم كتير. شفنا تصريحه بعد الماتش وقال انه طول ما كوفازيتش في الملعب انا بتقدم كتير وبيبقى عندي رغبه في تسجيل الاهداف، وده طبعا حتى من غير التصريح، سيبك من التصريح خالص، احنا شايفين رودري في نهائي اوروبا بيجيب جون، النهارده في الجوله الاولى بيجيب 13 نقطه، في الجوله الثانيه بيجيب 3 نقط، في الجوله الثالثه بيجيب 10 نقط، فسعره رخيص جدا. فانا شايف ان خيار رودري لا، خيار مناسب جدا. ما تخليش حد يقول لك هتجيب لاعب ارتكاز انت لسه محدث فانتزي ومش عارف ايه، احنا بنشوف اللي احنا شايفينه وبنقول اللي احنا شايفينه. انا شايف ان خيار رودري في وسط الملعب لا، لازم تحط عينك عليه الفتره اللي جايه. لو كمان عندك مشاكل في الميزانيه فسعره مناسب جدا ان يكون عندك، هيتألق في ماتش يريح ماتش، يتألق في ماتش تاني، فتلاقي نفسك بعد 4-5 جولات الراجل جايب لك بتاع 25 نقطة، كويس جدا. طبعا مش محتاج اقول لك ابعد عن دفاع ليفربول، مش محتاج اقول لك ابعد عن دفاع توتنهام. لو لسه عندك ارنولد فانت مجنون، طبعا بيع. اعتقد بعد الماتش اللي فات والهدفين اللي سجلهم نونيز في مرمى نيوكاسل، اعتقد ان نونيز في الماتشات اللي جايه هيبدا اساسي، لان نونيز كمان عمل بري سيزون ممتاز جدا. طبعا انا متفاهم جدا ان مدرب زي يورجن كلوب بيحب المهاجمين اللي من نوعيه فيرمينيو، من نوعيه جوتا، اللي هم بينزلوا تحت وبيصنعوا اللعب، ولكن نونيز اعتقد بعد ادائه في ماتش نيوكاسل وتسجيله الهدفين وادائه في الموسم التحضيري اعتقد انه هيفرض نفسه على كلوب في الفتره اللي جايه. فانا شايف ان ده خيار ديفرنشال جدا، لو انت جبته وخدت الريسك فهتبقى حاجه كويسه جدا. لو لعب اساسي وسجل اهداف اعتقد انه هيعمل معاك فرق كبير في الترتيب. طيب هنكابتن مين في الجوله اللي جايه؟ فطبعا هالاند ضد فولهام في ملعب الاتحاد، ده امر مفروغ منه. تاني خيار بالنسبه لي هو جاكسون، ثالث خيار بالنسبه لي هو بوين ضد لوتون تاون، وانا اعتقد ان انا لو اشتريت بوين في الجوله اللي جايه اعتقد ان انا هكابتنه. وبس كده، انا كده خلصت كل اللي عندي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديده اول باول، ونشوفكم في الحلقه الجايه في الفانتازي بعد التوقف الدولي ان شاء الله، ونشوفكم في حلقات تانية خلال التوقف الدولي بعيدا عن محتوى الفانتازي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.